السلام عليكم. درسنا الثاني عن أنواع وأصناف الكاميرات والعدسات، فلنبدأ بسم الله. في عالم التصوير الفوتوغرافي الرقمي نجد العديد من أنواع وأصناف الكاميرات الرقمية التي تمكن المستخدم من التقاط صور للحظات مهمة في حياته اليومية. طبعا تختلف مجالات استعمال هذه الكاميرات، فمنها الاستعمال العادي الذي يعتبر الأكثر انتشارا، ذلك بالاعتماد على كاميرات رقمية عادية ومتوسطة تسمح للمستخدم من توثيق مختلف اللحظات ومشاركتها مع الأصدقاء والأقارب في مدة زمنية وجيزة، خصوصا عندما نتحدث عن عالم الهواتف الذكية. أول صنف عندنا هو كاميرات الهواتف النقالة فون كاميرا. يعتبر هذا الصنف من الكاميرات الأكثر انتشارا في يومنا هذا، حيث أصبح شبه مستحيل أن تجد هاتف نقال بدون كاميرا. تختلف كاميرات الهواتف النقالة في جودتها ومميزاتها من هاتف لآخر، لكنها تشترك في بعض الأشياء، من بينها مستشعر صغير الحجم وعدسة نسبيا متوسطة، مما يجعل هذا النوع من الكاميرات ينتج صور بجودة ضعيفة بالمقارنة مع الجودة التي يمكن الحصول عليها من الكاميرات. هذا النوع من الكاميرات موجه بالدرجة الأولى للأشخاص الذين لا يحبذون فكرة حمل الكاميرا معهم، فيقتصرون على نتائج كاميرا الهاتف النقال قصد تصوير الأحداث التي يصادفونها ونشرها بسرعة مع الأصدقاء والأقارب. طبعا الشيء الذي رفع من وتيرة الاعتماد على كاميرات الهواتف النقالة هو وجود عدد هائل من التطبيقات التي تمكن المستخدم من نشر ومشاركة كل شيء في رمشة عين. الصنف الثاني وهو الكاميرات المدمجة كومباكت كاميرا. هي كاميرات أوتوماتيكية بالكامل، أو ما يصطلح عليه عبارة صورة والتقط. هذه الكاميرات يكون حجمها صغير حجم الجيب، وتتميز بسهولة استخدامها، لا تحتاج أي تدخل يدوي من المصور، فكل الإعدادات فيها يتم برمجتها مسبقا من المصنع. كما أن هذه الكاميرات يمكنها تسجيل مقاطع فيديو أيضا، لكن جودتها تبقى ضعيفة جدا، وهذا راجع إلى صغر حجم مستشعرها. الكاميرا مدمجة مع عدسة مقربة محدودة. غالبا ما يستعمل هذا النوع من الكاميرات كل من يحب توثيق وتصوير بعض اللحظات المهمة في حياته بعيدا عن أي تعقيد قد يعيقه من قبل التعامل مع الأزرار أو إعدادات الكاميرا. فالمهم بالنسبة لمستعمليها هو أن حجم الكاميرا صغير مساعد بشكل كبير في نقلها. ثالثا لدينا الكاميرات المدمجة المتطورة Advanced Compact Camera. خلافا للكاميرات المدمجة السابقة، فهذا النوع من الكاميرات المدمجة المتطورة يتميز ببعض المميزات الإضافية، من بينها توفير أوضاع تصوير متعددة، كما أنها تتيح للمصور فرصة اختيار التعريض والتركيز المناسبين لكل جلسة تصوير. الانتقال إلى هذا النوع من الكاميرات يعطي للمصور حرية التقاط صور بجودة أكبر، نظرا لحجم المستشعر أو الحساس المحترم المركب فيها. هذا النوع من الكاميرات محبب بالنسبة لهواة التصوير الذين لا يفكرون في صرف مبالغ مالية مهمة على إتقان هوايتهم، أو ربما عدم الرغبة في حمل كاميرا من حجم كبير، بالإضافة إلى مجموعة الملحقات أو العتاد المرافق لها. رابعا الكاميرات الشبه احترافية أو البريدج كاميرا. هذه الكاميرات أكثر تطورا من الكاميرات المدمجة المتطورة، حيث توفر الكثير من الخيارات أمام المصور، كالتحكم بمجموعة لا بأس بها من الإعدادات، لكن يبقى عيبها أنه لا يمكن استبدال عدساتها الأصلية، فهي ثابتة غير قابلة للتبديل. من مميزات هذا النوع من الكاميرات إنتاج صور جيدة قريبة نوعا ما من المقاييس والمعايير الاحترافية، لكن مع بنية بأقل جودة. هذا النوع من الكاميرات موجه بالأساس إلى الهاوي الجاد، الذي يسعى دوما للحصول على نتائج تصويرية مذهلة ومختلفة عن باقي المصورين، طبعا دون حاجته لشراء كاميرا احترافية غالية الثمن وعدسات مختلفة ومتعددة. النوع الخامس وهو كاميرات العدسة الأحادية للمبتدئين Entry Level DSLR. تعتبر كاميرات العدسة الأحادية للمبتدئين احترافية في شكلها وتكوينها. من مميزاتها أنها قادرة على قبول أغلب العدسات المتوافقة مع كاميرات العدسة الأحادية،
مع كل هذا تبقى كاميرا متوسطة لأن بنيتها ضعيفة مقارنة مع الكاميرات الاحترافية، كما أنها تقيد المصور في العديد من الجوانب المتعلقة بإعدادات الكاميرا. كما لا ننسى أنها كاميرا خفيفة الوزن صغيرة الحجم، أما سعرها فهو مقبول لحد كبير بالمقارنة مع ما توفره من إمكانيات في التصوير الفوتوغرافي الضوئي. بالنسبة لمستشعر أو حساس الكاميرا فهو ينتمي إلى صنف ال APS-C، وسنتكلم عن هذا الصنف لاحقا إن شاء الله في الدروس القادمة. يعتبر المصور الهاوي العازم على تطوير مهاراته في عالم التصوير الرقمي الضوئي أو المصور المحترف المبتدئ هو الزبون رقم 1 لهذا النوع من الكاميرات. سادسا، كاميرات العدسة الأحادية للمحترفين Professional DSLR. بالنسبة لوصف هذا النوع من الكاميرات يمكننا تلخيصه في كونها تتميز بكل ما تفقده الكاميرات السابقة الذكر في هذا الموضوع، حيث أنها تتميز ببنية قوية جدا تتحمل كافة العوامل المناخية والتأثيرات الخارجية التي من الممكن أن تؤثر على عمل أي كاميرا أخرى، مع إمكانية التحكم اليدوي الشامل في الكثير من إعداداتها. أما فيما يخص المعالج المدمج فيها فهو قوي وسريع، يساهم بشكل أساسي في زيادة عدد الصور التي يمكنها أن تلتقط في الثانية الواحدة. أما على مستوى المستشعر أو الحساس فهو عبارة عن شريحة الإطار الكامل Full Frame، الشيء الذي يتيح أمام كل مصور فرصة الحصول على صور بجودة عالية جدا. هذا النوع من الكاميرات موجه بالأساس للمصور المحترف الذي يحتاج دقة عالية في صوره، وكذا التحكم الكامل في الإعدادات المختلفة للكاميرا قصد الوصول إلى إنتاج أعمال فوتوغرافية نقية وصافية. جزءنا الثاني هو أنواع العدسات المستعملة في التصوير الفوتوغرافي. النوع الأول وهو عدسات الزوم، وهي عدسات يمكن زيادة أو إنقاص الزوم فيها من خلال حلقة الزوم الموجودة في العدسة، وكل عدسة من هذا النوع يكون لها رقمين هما عبارة عن بداية ونهاية البعد البؤري. تأتي هذه العدسات بحد أدنى وحد أعلى للبعد البؤري، مما يجعلها صالحة لأنواع معينة من التصوير حسب مجال التقريب الخاص بها. ثانيا، العدسات الأولية أو البرايم. لا تحتوي العدسات الأولية إمكانية تغيير البعد البؤري، أي لا تحتوي على إمكانية الزوم أو التقريب. تتميز هذه العدسات عن العدسات التي تقبل تغيير البعد البؤري بأنها تعطي جودة أعلى وأفضل للصورة، لأن التركيبة الصناعية الخاصة بالزجاج الخاص بها بسيطة ولا تحتوي على تسويات صناعية من أجل عملية التقريب والتبعيد. لدينا كذلك عدسات الماكرو. تستعمل عدسات الماكرو في تصوير الأشياء الصغيرة والدقيقة مثل الحشرات والنباتات والمنتجات. تتميز هذه العدسات بدرجة تقريب خاصة بها 1:1، وتعني نسبة حجم هدف الصورة إلى حجم الحساس، مثلا 1:1 تظهر صورة الحشرة بحجمها الحقيقي على حساس الصورة. أما نسبة 3:1 فتعني أن التقريب يزيد بحجم 3 مرات إلى حجم الحساس. عادة تكون معظم عدسات الماكرو 1:1. تأتي هذه العدسات بأطوال مختلفة مثل 90 ملم، 100 ملم، 105 ملم، 150 ملم إلى آخره. كذلك لدينا عدسات التيليفوتو. تستخدم هذه العدسات لتقريب الأشياء البعيدة، لذلك تستعمل في تصوير الحيوانات البرية والطيور والأشخاص والرياضة إلى آخره. تقوم عدسات التيليفوتو بضغط المشهد عن طريق تقليل المسافات في الصورة. عدسات عين السمكة مصممة لتعطي حقل رؤية يصل إلى 180 درجة مئوية، وهذا يعني أن العدسة تسجل كامل نصف الكرة الذي يقابلها مثل كاميرات الجو برو. لدينا كذلك عدسات متوسطة البعد البؤري. تتميز بأنها تعطي منظور أقرب ما يكون لرؤية عين الإنسان. تستخدم هذه العدسات في الأحوال العادية والمناسبات والأحداث اليومية، مثل عدسات 18 55 24 70 إلى آخره. وأخيرا لدينا عدسات الاستخدام الخاص. عدسات الاستخدام الخاص تستخدم لتصوير المباني والتصوير الداخلي، وتعطي تحكم في المنظور والأبعاد وكادر الصورة،
وتأتي بأبعاد بؤرية مختلفة حسب الاستخدام، فمنها الطويلة والقصيرة والواسعة والماكرو. وصلنا إلى نهاية الدرس. درسنا القادم سوف يكون عن قواعد التكوين في التصوير الفوتوغرافي. هو درس مهم جدا يجب التركيز عليه، سواء كنت تصور بالهاتف أو بالكاميرا. هذا الدرس مهم جدا 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 لكل مصور. وهذه القواعد هي التي تصنع الاختلاف بين الصورة الناجحة والصورة الفاشلة، بين الصورة التي تجذب عين الناظر والصورة التي تجعلنا نرى إليها بدون أي إحساس أو مشاعر. إذن انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله. سلام.